طيب الوحدة التانية بتتكلم عن حاجة اسمها الأعداد الإيه النسبية. قبل ما ندخل على الأعداد النسبية هنفتكر مع بعض مجموعات الأعداد اللي احنا خدناها قبل كده. أول حاجة اسمها أعداد العد. أعداد العد ديت اللي هي بتبدأ من واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة إلى ما لا نهاية. كنا بنستخدمها مثلا لما نيجي نعمل عملية حصر العدد التلاميذ للفصل في المدرسة. ندخل فصل مثلا نعد التلاميذ، عايزين نعرف العدد كام. بنبدأ طبعا بواحد، اتنين، تلاتة إلى إيه آخر طالب في الإيه في الفصل. دي اسمها أعداد العد، بنرمز لها بالرمز عين. تاني مجموعة معايا اسمها الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية دي هي نفس عناصر أعداد العد ولكن بدخل لها الإيه الصفر. فبنبدأ بصفر، بعد كده واحد، كده اتنين، بعد كده تلاتة، أربعة إلى ما لا نهاية. تمام. وبنرمز لها بالرمز إيه طه. خلاص. بعد كده الأعداد الإيه الصحيحة. هناخد بقى الأعداد الصحيحة، وقال لي إن الأعداد الصحيحة دي بتتكون من أعداد طبيعية. خلاص. بالإضافة إلى الأعداد الصحيحة السالبة. يعني إيه باختصار كده؟ صاد أنا برمز لها بالرمز صاد، بنعمل كده. وادي قوس مجموعة. الصفر معايا كده. وبعد كده الأعداد الصحيحة الموجبة على اليمين، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة إلى ما لا نهاية. والناحية التانية الأعداد الصحيحة الإيه السالبة، سالب واحد، سالب اتنين، إلى سالب تلاتة، إلى سالب ما لا نهاية. تمام. طيب، يبقى الأعداد الصحيحة دي عبارة عن مجموعة الأعداد الطبيعية اللي احنا لسه قايلين عليها حالا دلوقتي، اللي هي عبارة عن صفر لحد ما لا نهاية موجب ما لا نهاية. بالإضافة للأعداد الإيه الصحيحة الإيه السالبة، اللي هي من أول سالب واحد إلى سالب ما لا نهاية. طب إيه الإشارة الجديدة اللي طلعت لي دي؟ دي اسمها الإشارة السالبة. بنحط علامة ناقص كده قدام الرقم مثلا. بتقرأ سالب. بتقرأ إيه؟ سالب. بدل ما نقول تلاتة، لا، دي سالب تلاتة. السالب هي الناقص على فكرة. خلاص. طيب، نكمل. هنا هنلاقي راسم لي خط الأعداد. خط الأعداد أهو، الصفر في النص زي ما انت شايفة كده. هتلاقي على يمينك الأعداد الصحيحة الموجبة، وعلى يسارك الأعداد الصحيحة السالبة. خط الأعداد اللي قدامي ده بيمتد من كلا الاتجاهين. يعني الاتجاه ده اللي هو اتجاه اليمين اللي هو الموجب، دي الأعداد الموجبة بلا نهاية لا تنتهي. وهنا الاتجاه اليسار اللي هو مديك الأعداد الإيه السالبة. خلاص، برضو بلا نهاية. تمام. طيب، بنقول برضو على الأعداد اللي هي الموجبة بتكون أكبر من الصفر. يعني الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة إلى ما لا نهاية دي كلها أكبر من الصفر. إنما الأعداد الصحيحة اللي هي السالبة على يسار الصفر دي بتكون أقل من الصفر. يعني كل الأعداد السالبة أقل من الصفر. في ملحوظة مهمة كمان اللي هو إيه الصفر ده ليس عدد موجب وليس عدد سالب. يعني هو مش تبع الأعداد الصحيحة السالبة ولا تبع الأعداد الصحيحة الإيه الموجبة، ولكن هو عدد صحيح ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة. بس ما ينفعش أقول موجب صفر أو سالب صفر، غلط. هو ليس سالب وليس موجب. كمان في ملحوظة بيقول لي يمثل كل عدد صحيح على خط الأعداد باستخدام نقطة واحدة. العدد ده بمثله بنقطة على خط الأعداد هنا. تلاتة بمثله بنقطة برضه، أربعة بنقطة، سالب تلاتة بنقطة على خط الأعداد، سالب ستة بنقطة، سالب تمانية بنقطة، وهكذا. تمام. فاهمة يا هاجر الجزء اللي احنا شرحناه ده؟ ايه يا مس. تمام. عندك سؤال في الصفحة دي قبل ما نقلب على اللي بعدها؟ لا خالص يا مس. اوكي. هناخد بقى الملحوظة أو الانتبه دي مهمة جدا. بيقول لي هنا إيه؟ أصغر أعداد العد هو الواحد. أنا عارفة إن مجموعة العد اللي هي بنرمز لها بالرمز عين عبارة عن إيه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة إلى ما لا نهاية. تمام كده؟ طيب، بيقول لي إن أصغر أعداد العد اللي هو الواحد. طب ما هو طبيعي، ده أول عدد أهو في الأعداد العد، فهو ده فعلا أصغر أعداد العد. طب هل ينفع اقول ان الصفر اصغر اعداد العد برضو؟ لا، ما ينفعش، لان الصفر اصلا لا ينتمي لمجموعه الاعداد العد، صح. بينما الصفر ده اصغر عدد طبيعي. يبقى اصغر عدد طبيعي هو الصفر، انما اصغر اعداد العد هو الايه هو الواحد. طيب، تعالي نفهم بقى المخطط اللي هو رسمهولي دوت للاعداد الصحيحه. هو كان جايبها لي عباره عن خط اعداد كده، وقال لي الصفر في النص، ولا على يمين الموجب، وعلى يساري الايه السالب. تمام. طيب، هو عملها لي هنا كمخطط كده سهمي. بيقول لي ان الاعداد الصحيحه بتنقسم الى اعداد طبيعيه واعداد صحيحه سالبه، صح. طب الاعداد الطبيعيه اللي هي عباره عن ايه؟ ما هي عباره عن الصفر لوحده كده في مجموعه،
والأعداد الصحيحة الموجبة. تمام. والأعداد الصحيحة السالبة اللي هي الإيه، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، إلى سالب ما لا نهاية. الأعداد الطبيعية قسمها لصفر، والأعداد الصحيحة الإيه، الموجبة. مظبوط كده؟ أيوة. تمام. في مشكلة في الجزئية دي؟ لا خلاص يا مس. أوكي. في ملحوظة مهمة برضو تبع المربع دوت نقولها. زمان واحنا صغيرين لما كنا بناخد في التأسيس في كي جي 1 وكي جي 2، يقول لي العدد السابق للعدد 3 هو ايه؟ كنا بنقول 2. طب 9 اللي قبله 8. صح؟ كبرنا شوية وخدنا الأعداد المكونة من رقمين، كان يقول لي 54 قبلها ايه؟ 53. كبرنا برضو لحد ما وصلنا بقى الرابعة وايه، خدنا الأعداد الكبيرة وعرفنا نجيب العدد السابق، كنا بنطرح واحد من خانة الأحاد ونحط بقية الايه، العدد زي ما هو. طب هل الكلام دوت ينطبق على الأعداد السالبة؟ لا. الأعداد السالبة بالعكس. بمعنى إيه؟ هنوضحها كده برسمة صغيرة كده. لو أنا جبت خط الأعداد كده بتاعهم، همثل الأعداد الصحيحة دلوقتي. صفر في النص على يمين الموجب أهو، وعلى يسار الأعداد السالبة. طيب، خط الأعداد لو هو ماشي كده بادئ من هنا في الاتجاه ده اليمين، من اليسار اليمين كده، بيقول لي إن الأعداد هنا مرتبة ترتيبا تصاعديا من الأصغر للأكبر. طب العكس كده، لو بادئ من هنا من اليمين متجها إلى اليسار، يبقى الأعداد مرتبة إيه؟ تنازليا من الأكبر للأصغر. يبقى فوق هنا تصاعديا، وتحت هنا إيه؟ تنازليا. خلاص؟ طيب لو أنا حبيت أجيب بقى، عايزة أفهم موضوع العدد السابق والتالي. والله أنا لو قلت العدد أربعة، اللي قبله مين؟ ما هو اللي قبله تلاتة. طب ستة، ستة اللي قبله خمسة. صح كده؟ طب لو جينا ناحية الأعداد السالبة، لو بصيت كده وقلت السالب واحد، اللي قبله مين؟ ما هو اللي قبله اللي جاي من هنا بقى أهو. صح؟ اللي هو السالب اتنين. يبقى العدد السابق للعدد سالب واحد هو مين يا هاجر؟ هو السالب اتنين. خلاص؟ بس يا مس ازاي؟ بالعكس، ما أنا قلت لك الأعداد من هنا جاية من هنا مرتبة ترتيبا تصاعديا من الصغير للكبير. واحنا عارفين ان الاعداد اللي هي الصغيره بتيجي الاول، صح؟ وبعد كده الكبير. تمام كده. في الاعداد السالبه يا هاجر، ها، الاعداد السالبه في عكس الموجبه. الموجبه احنا بنقول مثلا الخمسه قبلها اربعه، تلاته قبلها اتنين، الواحد قبله صفر، وهكذا. انما في السالبه لا، السالب اتنين قبله بيجي السالب تلاته، لان الاعداد بادئه من هنا كده، الصغير الاول تصاعديا زي ما قلت لك. فالسالب اربعه اصغر من السالب تلاته، السالب تلاته اصغر من السالب اتنين. طب ما طالما السالب اربعه اصغر من السالب تلاته، فالسالب اربعه اكيد بيجي قبل السالب تلاته. تمام كده. دي زي قاعدة جديدة اعرفيها. ماشي. هبسطها لك يعني ايه بطريقة، يعني مثال عملي كده. بصي اقول لك على حاجة. لو انا معايا مثلا 20 جنيه، خلاص، ال20 جنيه دي انا صرفت منها 5 جنيه. ها، هفترض ان دي هي دي السالب خمسة اهي. طيب ال20 جنيه صرفت منها 10، يعني سالب 10. بصي ركزي كده. 20 ناقص 5، لو انا صرفت منها 5 يتبقى معايا 15. طب ال20 لما أنا أصرف منها 10 يبقى معايا كام؟ يبقى معايا 5. معرفش. 10 معلش، يبقى 10. صح كده؟ طيب، ايوه. 20 دي لما أنا صرفت منها 5 اديني 15، فالناتج بتاعي إيه؟ بيكون أكبر والمتبقي أكبر. إنما لو أنا كترت في اللي أنا صرفته، ها، هيتبقى معايا أقل. صح؟ فبالتالي هنا، ايوه. هم، السالب 5 بيكون أكبر من السالب إيه؟ من السالب 10. خلاص؟ تمام؟ تمام. تمام كده. ده مثال بسيط يوضح. طيب يبقى انا كده فهمت العدد السابق والعدد الايه التالي. طب لو انا جيت مثلا قلت لك السالب 3 العدد التالي ليها ايه؟ هيبقى سالب 2. طب السالب 2 العدد التالي لها ايه؟ هيكون سالب 1. ايوه. خلاص. تمام. بس دي فكرة الايه، العدد تمام. السابق والتالي. طيب، تمام. عايزين نوضح حاجة كمان بالمرة عشان ايه
نطبق على الجزئية دي اللي هي الأمثلة. بصي بقى، في شوية مصطلحات هنقولهم مع بعض دلوقتي بيعبروا عن الايه، الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. لما يقول لي ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الأرض، بصي هو سطح الأرض بيمثل الصفر، فوق سطح الأرض بيمثل ايه، الأعداد الموجبة، تحت سطح الأرض بيمثل الأعداد السالبة. فوق سطح الأرض اللي هي الارتفاعات بتاعت الايه، المباني. طب تحت سطح الأرض، ساعات تحت سطح الأرض دوت اللي هم بيعملوا اسمها ايه، الجراجات بتاعت العربيات، جراج العربية ساعات بيبقى تحت الأرض كذا طابق، بدل اه. الطابق ما تبقى فوق بتبقى تحت، صح كده؟ ايوه. يكون فوق بتبقى بالموجبة، لما يكون تحت سطح الأرض يبقى أعداد سالبة. طب مثلا يقول لك اه. درجة تجمد مياه البحر درجتين مئويتين تحت الصفر، تحت الصفر دي بعبر عنها بالأعداد السالبة. خلاص. اه، تبقى سالب طيب، 2. اه بالظبط كده، الله ينور عليك، سالب اتنين. طيب مثلا يقول لي ربح سيف 1000 جنيه، ربح يبقى بالموجب، يبقى موجب 1000. طيب لو قال لي خسارة يبقى سالب 1000. ماشي. طب لو قال لي تتحرك ايوه، الغرفة على عمق 200 متر تحت سطح البحر، عمق 200 متر تحت سطح البحر، تبقى سالب 200. يبقى سالب 200. الله ينور عليك. تمام كده. بس دي الفكرة بتاعت اه. ايه، اللي هي المواقف اللي بتعبر عن الأعداد الموجبة والسالبة. كمان في حاجة، مثلا لو قال لك شخص ما تحرك للأمام 3 4 خطوات، مثلا للأمام يبقى بالموجب، طب لو قال لي للخلف يبقى بالسالب. خلاص كده. ايوه. تمام ماشي. اه. طيب